السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ولقاء مهم. لقاء النهاردة بنتكلم عن الميزة الجديدة اللي نزلت على الواتساب. في ميزة نزلت على الواتساب اللي اسمها ميتا. طبعا أكيد كلكم عارفينها، وكلكم يمكن معظمكم دخل وحاول ان هو يتعامل معاها. واتساب الموجود الميزة بتاعت ميتا دي بتسأل أي أسئلة مهما كانت وهو بيرد عليك فيها. هو بس الموضوع كله إن حذاري ثم حذاري ثم حذاري من هنا لبكرة، أو حذاري من هنا للسنة الجاية، إنك تسأل أي سؤال لميتا يخص الدين. اسأله في أي حاجة إلا الدين، إلا الشريعة، إلا الفقه. لو عايز تسأل على حاجات زي كده عندك الأزهر، الناس مشكورين بيردوا عليك في أي وقت، في رد فوري وفي رد برسائل وفي رد تليفوني، كل حاجة. إنما تسأل ميتا على أي حاجة تخص الدين، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ابعد عن ميتا، لأنه كارثة 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 في موضوع الأسئلة بتاعة الدين. ما تسألوش في أي حاجة تخص الدين الإسلامي أو أي ديانة تانية، ما تسألوش نهائي. اسألوا في أي حاجة عنده معلومات كويسة، مش هنقول لأ، إنما في الدين هيبوظ لك دماغك وهيديك معلومات غلط، وابعد عنه نهائي. والله بص، أنا بعمل المقطع دوت وأنا قاعد في العربية من شدة اهتمامي في الموضوع ده. سواء تخش على ميتا اللي موجود على الواتساب، او ميتا اللي موجود في جوجل، او ميتا اللي موجود على الفيسبوك، او حتى اللي موجود على الماسنجر، ابعد عن الاسئلة الدينية مهما كانت، حتى لو سهلة جدا. ده هيدمر لك دماغك من ناحية الدين الاسلامي. ابعد عنه نهائي. اسأله في اي حاجة تانية. اللهم بلغت اللهم فاشهد. والله العظيم دي مصيبة جامدة جدا انك انت تسأله في اي حاجة تخص الدين. عندك الازهر، اسأل زي ما انت عايز، انما ما تسألش ميتا في اي حاجة تخص الدين الاسلامي. هيشوهك، هيدمر لك الدنيا كلها. وما تخشش وتقول طب لما اخش اجرب اشوف الكلام ده صح ولا لا. احنا دخلنا وجربنا وشفنا حاجات كتيرة جدا، وناس كتيرة اتكلمت في الموضوع ده، بس انا بحذر، ابعدوا عن ميتا في اي حاجة تخص الاسلام والمسلمين والدين الاسلامي مهما كان. ابعدوا عنه نهائي. اسألوه في اي حاجة تخصكم. اسألوه في الرياضة، اسألوه في العلوم، اسألوه في الحاسب الآلي، اسألوه في الذكاء الاصطناعي. انما في الدين حذاري ثم حذاري ثم حذاري. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ابعد عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.